بعد ايش ضل بالبيت؟ هم اهلنا شالوا والله. عباس ابوك راح؟ اي والله راح. امك؟ كل اهل راحوا. مثل ما تشوفون احنا بوقت غروب واليوم السابع المرحوم عزيز وعائلته اللي وقعت عليهم الغرفة، وبقوا بس الولد هنا، واعتقد بنية عندكم اختكم بقت، يعني العائلة انتهت كلها واصبحوا يتامى. طبعا انا اليوم جبتهم قوة للغرفة لان هم بيت عمهم ما يريدون يجون لبيتهم، وما بقى شيء بيتهم، بس غرفة هيك هيكل، وهاي الغرفة اللي وقعت اللي تشوفونها. فاحنا مناشدتنا لحكومتنا ان تفزع هاي العائلة انتهت، يتمت، لا اب لا ام، فنريد من عندهم، ولو احنا اجتنا لجنة الرعاية الله يحفظهم الباحثين بيومها واعتقد اخذوا الاسماء، فنريد استعجال هذا العائلة اللي اني اعتبرها انتهت النكبة. هذا شو اسمك حبيبي؟ عباس. انت ابن المرحوم عزيز؟ ايه. وانت شو اسمك حبيبي؟ مهدي. ايه. وانت؟ حسين. ايه. وانت اخوهم كبير؟ ايه. هادي. ايه هادي. اخوهم كبير انت؟ ايه. انتم من وقع السقف لحد الان من توفوا امك وابوك واخواتك اجيتوا لهاي لو رحتوا هناك؟ لا نحن هناك. بعد ما بدكم تطبوا البيت؟ لا والله ما نقدر نطبه. ما تقدرون؟ اي والله صراحه ما. وانت عبوسي؟ بعد ايش ضل بالبيت؟ هم اهلنا شالوا والله. يقول اهلنا وشالوا، ايش ضل بيه البيت؟ يعني انا اليوم جددت المآسي على العائله هاي لان كانوا شاردين من البيت، شاردين، يقول اهلنا وشالوا بعد ضلنا. يا ريت حكومتنا تستعجل بالامر. هاي العائله انتهت، يراد لها تعويض، ما ظل شيء عندهم، يعني ما ادري شو احكي. عباس ابوك راح؟ اي والله راح. امك؟ كل اهل راحوا. مثل ما تشوفون اخوان هاي العائله ما حد بقى لها، فيا ريت فزعتكم اخواني. حكومتنا انتم الراعي الاول، هاي عائلتكم، يا ريت ما تقصرون ياهم، يا ريت. هذا بعد المنظر هو اللي يحكي، ظلوا ذولا وليداتهم لا ام ولا ابو ولا اخوات، يا ريت تستعجلونا بالامر. عباس انت واخوتك الله يصبركم ويرحم ابوك وامك واخواتك، وان شاء الله انت زلمه انت واخوانك تكبرون تعتمدون على نفسكم، وهذا امر الله بعد.